كيكة ريد فلفل طبعا عارفين ان هي كيكة مميزة بلونها الاحمر. وكمان لو انت مش عندك الكيكة ديت العلبة دي، هقولك برضو تعملي ايه. هنحط كده 3 بيضات وهنربهم جامد، هتضربيهم جامد مع معلقة خل كبيرة، وكمان كوباية زبادي. لو مفيش عندك كوباية زبادي هنحط كوباية لبن زي ما انا حطيت وهنضربها. طيب وهنحط كمان 5 معالق سمنة بلدي. لو مفيش عندك سمنة بلدي خلاص حطي سمنة عادية او زبدة او زيت، مفيش اي مشكلة. وهنضربهم ضرب جامد قوي. دي نفس المكونات اللي هتعمليها لو مفيش عندك علبة. طيب لو مفيش عندك علبة هتجيبي ايه؟ هتجيبي لون طعام احمر، وهتجيبي دقيق وبيكنج باودر وفانيليا وسكر. لكن العلبة ريد فلفل ده بتاعت ماي وي بيكون فيها السكر والبيكنج باودر والفانيليا وكل حاجة. لو مفيش عندك هتعوضيها بالدقيق واللون والبيكنج باودر والفانيليا والسكر. تمام؟ ده لو مفيش عندك العلبة دي. لكن لو عندك العلبة دي مش هتحطي حاجة خالص إلا المكونات اللي أنا حطيتها في الأول بس، اللي هو البيض والحاجات اللي في الأول بس. هحطها كده. طبعا دي ورقة زبدة حطيت عليها سمنة، وبعد كده حطيت اللي أنا ضربته اللي كان في العلبة مع البيض طبعا واللبن والخل والسمنة. بعد كده هسخن الفرن وهحط القالب فيه. طبعا قبل ما احطه في الفرن طبعا زي ما احنا عارفين لازم نشيل منه الهواء كده ويتظبط في قلب القالب. هنعمل صوص الفراولة. كوباية مية بصوص الفراولة، برضو بتجيب من عند ماي واي. لو ما فيش عندك الصوص ده بتحطي الفراولة وبتفرميها وبتحط عليها نشا وبتجمعيها كلها في النار كده لما تحسي ان هي بقت عاملة زي المهلبية. خلاص اتغلى وبقى تقيل كده. هتكون الكيكة ان شاء الله طلعت من الفرن اهي. هشيل بقى ورقة الزبدة وهجيب خلة وطبعا هحطها فيها كده علشان تاخد الشربات اللي هحطه او صوص الفراولة. هبدأ احط كده عشان تطرى وتبقى جميلة. صوص الفراولة لو جمد معاكي ممكن تغليه تاني بحبة مية صغيرين هيفك وهيبقى حلو. وبعد كده التزيين اللي على الكيكة بإيدك انتي، اعمليه زي ما انتي عاوزة. شوفوا اما بردت يا جماعة مسكت نفسها خالص ازاي، بقت كراميل فراولة من صوص الفراولة. هتبدأي تعمليه بالمنظر ده. ممكن تحط كريم شانتيه على الكيكة كلها، ممكن تستكفي بصوص الفراولة زي ما انا عملت الموجود عندك هنعمل بيه. بس انا حبيت ازينها بحاجة بسيطة جدا، مش هكلف عليكم، لا انا هخليلكم الحاجة بسيطة وبسط لكم على قد ما اقدر. هتحط عليها كمان كريز كده عشان تدي منظر برضو. وزي ما انا قلت الشكل بتاعك انت ممكن تعمليها احلى من كده واشيك برضو من كده، بس انا حبيت اعملها حاجات رقيقة. وشكرا ليكم لمتابعة الفيديو من اوله لاخره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.